السلام عليكم. حلقة النهاردة قوية قوي وغير كل الحلقات. ماجي خراء على البعير مع زكريا بطرس بسبب عبد الله رشدي مع محمد نصيف المحاور والرد. نسمع ماجي بتقول ايه ونعلق عليه. نسمع الفيديو كامل وبعد كده نعلق عليه. هاتوا لشوف هالفيديو، فشوفوا معي شو شفت. انت فكرك بهذا الشكل ممكن انك تغيظني؟ انا فكرك بهذا الشكل ممكن انك تغيظني؟ انا باختصار يا عبد الله، تشرب كركديه، تشرب بول ابل، تشرب اللي تشربه. شلت اسم احمد من المناهج المدرسية بامريكا. الحلقة دي سبحان الله العظيم من يومين تقريبا عملت بث مباشر، وبعض الإخوة كان بيتكلم على رد عبد الله رشدي وغيره، فقلت لهم كده. وطبعا أنا ما اقصدش بكده باللي هقوله الآن التزييد في عبد الله رشدي أو غيره، لأن أنا ما بتكلمش عن المسلمين، والكلام ما بيبقاش عن المسلمين يعني نوعا ما في الهجوم بتاعي، أو حتى كلامي الموجه بيكون في الغالب عن أعداء الإسلام الأصال الأصلي، أعداء الإسلام الأصلي. فانا قلت للاخوه جميعا عبد الله رشدي الرد بتاعه مش ده اللي ينفع مع ماجي خراء ولا زكريا بطرس ولا رشيد ولا وحيد. ما ينفعش معاهم عبد الله رشدي. عبد الله رشدي ما يمشيش معاه غير واحد علماني يقعدوا يتناظروا مع بعض، واحد ليبرالي. انما الطريقه اللي توجع، عايز تعرف الطريقه اللي توجع؟ اكتب محمد نصيف المحاور ماجي خزام نشيد الانشاد وانت تعرف ايه الطريقه اللي تأدب هؤلاء. انا قلت لهم كده وقلت للمتابعين ماجي مش ده اللي يأثر فيها ولا الطريقة دي اللي تأثر فيها. فإذ بي أجد اليوم الفيديو اليوم لسه شايفه سامعها كده بتقول انت فكرك بهذا الشكل ممكن انك تغيظني؟ انا فكرك بهذا الشكل ممكن انك تغيظني؟ تعالى يا ماجي أنا هعرفك الطريقة اللي بيها تتغاضي. يا إخوة يا كارم، اليوم مش هرد عليها من كتابها بس لا، ولا من تفاسير علمائها بس لا، اليوم هرد عليها من لسانها. تقول ايه؟ طبعا انا الان زي ما قلت لكم ردي مش رد على اشخاص ولا مدافع على اشخاص، انا ردي على حديث الرسول او القصه اللي اتكلمت فيها في مساله بول البعير. انا باختصار يا عبد الله، تشرب كركديه، تشرب بول ابل، تشرب اللي تشربه. شلت اسم احمد من المناهج المدرسية بامريكا. ولا شلتي ولا نيلة ولا تقدري تشيلي ولا تعملي، فلا بأمريكا نفسها هجيب لكم إنها ستصير المرتبة الأولى على أمريكا كلها الإسلام. لكن تعالي قلتي بول إيه؟ بول الإبل اللي هو البول البعير. بول البعير إيه موضوع بول البعير؟ ده موضوع حلقة النهاردة. بول البعير. نفتح مع بعض ونقرأ الحديث. هل تعلموا أن بهذا الحديث من ضمن إثبات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين الدليل؟ وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مش دكتور ومش طبيب، إلا أن الله أجرى على يديه معجزة أدت إلى شفاء هؤلاء الظلمة. مين الظلمة يا فندم؟ إيه القصة؟ الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم يقول: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا. ناس كانوا كفار وأسلموا، فاجتووا المدينة، تعبوا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، يروحوا للإبل بتاعت الصدقة فيشربوا من أبوالها. يبقى هم لما جم المدينة ومرضوا النبي أمرهم يشربوا من إيه؟ من أبوالها وألبانها. ركز لي معلش عشان في نفس الحديث اللي بيعترضوا بيه على الإسلام أنا بطلع لك صدق نبوة رسول الإسلام. إزاي يا محمد؟ فيشربوا من أبوالها وألبانها إيه؟ ففعلوا فصحوا. يعني إيه صحوا؟ يعني شفوا، يعني ذهب عنهم المرض الذي كان فيهم. طبعا باخر القصة فارتدوا وقتلوا الرعاة واستقوا الإبل إلى آخره. انتهت الشاهد من هذا الأمر. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أبوالها وألبانها شفاء؟ يا عمي في نفس الحديث اللي بيعترضوا فيه ليل نهار وعمالين يعملوا. ما هو انت بص، انت كملحد، انت كنصراني، انت كيهودي، انت كعلماني، انت كغير مسلم بالمره، لما انت جاي تعترض لي اهو بحديث بتقول لي انتوا بتشربوا بول الابل والبان الابل، اقول لك معلش نفس الحديث اللي انت جايبه فيه ايه؟ فيه انهم شربوا فشفوا فصحوا. من الذي اخبر النبي اللي مش دكتور؟ النبي محمد مش دكتور يا عم الحاج وما درسش طب.
النبي ما درسش طب. من الذي أوحى له أو أخبره بأن في شرب هذا شفاء لهم؟ ممكن البعض يجي يقول لك طب ما الآن وزارة الصحة وزارة الصحة بتمنع الناس وبتحذر الناس من عدم شرب أبوال الإبل وما إلى ذلك. ليه؟ لأن أقول لك في أبوالها سموم. يا حبيبي ما أنت ما تنساش إن إبل الصدقة اللي كانت زمان كانت بترعى في مرعى خاص بيها، في أشياء مخصصة ليها. وطبعا في أبحاث طبية وأمريكية وما إلى ذلك عملوا مقارنة أو عملوا علاج واختبارات على أبوال الإبل، وجدوا فيها نعمة فعلا نسبة من الشفاء في أمراض البطون. لكن برضو ده مش موضوعنا الآن. خلينا نعمل مقارنة. أنت عايزة اللي يوجع وعايزة اللي يغيظ؟ عبد الله يا رشدي، عايز اللي يغيظ؟ قل لها من قال لك أشرب إبل ولا أشرب كركديه؟ بينما ممكن تقولي لي الحديث عندنا أهو إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم يشربوا فشوفوا وصحوا فصحوا. معلش ممكن بقى تقولي لي إيه فايدة شرب دم الرب بتاعك؟ إيه؟ اصبر عشان الغيظ. اسمع كده وركز لي. لانه اليوم الصوم عن الاكل، اللي بيعملوا رجيم بيصوموا عن الاكل، واللي معهم سكري بيصوموا عن الاكل. الصوم عن الاكل صار في بدائل عنه. يعني صار مثلا بيصوم عن الكيك، صار في عندك كيك بلا بيض. طب انه يعني كثير ما عاد في القيمه الحقيقيه للصوم. الصوم الحقيقي هو هو النفوس الخاشعة، الأجساد المروضة المصلوبة عن الخطايا. هو الصوم الحقيقي ليكون مستحق بدون خطيئة للتقدم ويتناول جسد ودم الرب. إيه يتناول مين؟ حياكل مين؟ هذا هو الصوم الحقيقي ليكون مستحق بدون خطيئة للتقدم ويتناول جسد ودم الرب. حياكل جسد ودم الرب؟ يا بنت يا متخلفة، يا حمقى، يا عار على البشرية، يا عار على كوكب الأرض، يا عار على بني البشر. كلت الرب يا كفرة. ماجي انت ايه رأيك في العقيدة دي؟ عقيدتك ايه يا ماجي؟ قولي. يا خبر ابيض، قذرة بتتبع لا إله لشيطان. ما هذا الخبل؟ أكلت الرب وشربته من دم الرب. ده انت العدو. الصعايدة بيقول لك لما يلاقي واحد عدو يقول له ده انا هقتلك واشرب من دمك. ماجي خراء أكلت الرب وشربت دم الرب وقعدوا كده من غير رب. قعدت كده. عرفت يا عبد الله رشدي ازاي الرد واللي يوجع؟ الاجساد المروضه المصلوبه عن الخطايا. مش كفايه صلبتوا ربكم، كمان هتصلبوا الاجساد؟ انتوا شغالين، انتوا فرحانين بالصلب ولا انتوا كل شويه تجيبوا حاجه وتصلبوها؟ كلتوا الرب يا كفره. هذا هو الصوم الحقيقي ليكون مستحق بدون خطيئه للتقدم ويتناول جسد ودم الرب. هذا هو الصوم الحقيقي ليكون مستحق بدون خطيئة للتقدم ويتناول جسد ودم الرب. انت فاكر انا خلصت؟ ده انا لسه ببدأ، ده انا لسه بشمر عشان ابدأ. تبدأ في ايه؟ هبدأ في اسئلة اكل ربكم وشرب دمه وعلاقتكم بربكم اللي هتاكلوه. اعمل لي سندوتشين معاك وندخل في ادلة الكتاب. وفي عندك في نشيد الإنشاد إصحاح 2 عدد 3 هنلاقي النص بيقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. مين حبيبها ده يا فندم؟ الإله. دي المشكلة. لا اصبر تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. عارف النص ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم ازاي محمد انت قلت ايه يا محمد في اول الفيديو؟ مش قلت انت مش هتتكلم انت وهتخليها هي تشرح؟ انا اسف، نسمع شرحها. علو ناطورة الكروم ببدأ علاقة العشق الإلهي رفع الرب الإله فصارت نرجس شارون سوسنة الأودية. اهو الرب الإله يبقى في علاقة بين ايه؟ الرب ومراته. العروس بتكمل بتقول له كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. فأيضا الشجر الوعر هي نفس التشبيه، بنشوفه نحن إله ولا بيشبهه أحد، بنشوفه الرب اللي ما بيشابهه أحد. فهذا التميز والتفرد بالعلاقة بين النفس وبين الرب الإله. يبقى النفس اللي هي عروسة الرب عندهم والرب الإله هتعمل ايه؟ هتاكلوا. انت بتتكلمي على بول البعير، خلاص سيبك من بول البعير. ثبت في الحديث ان بول البعير شفاهم. ممكن تقولي لي بعد ما اكلت الرب بتاعك فين اللي يثبت علميا ولا يثبت ان الرب بتاعكم بيشفيكم بعد ما تاكلوه؟
ثمرته حلوة في حلقي، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هي ف ذوقوا وانظروا من ذوقوا يخرب بيوتكم، هتاكلوا الرب يا كفرة. بلا شك مجي خراء عماله بتطرح شبهات على الاسلام وافتراءات على الاسلام، مش من حقنا احنا كمسلمين ان احنا نطرح عليها شبهات ايضا ونطرح عليها اسئله في دينها. انا مش هجيب لها من خارج الكتاب ولا من خارج المنهج، من لسانها. قولي يا طهره قولي. تنتقل بعد العروس بتقول أدخلني إلى بيت الخمر. ايه؟ عروسه الرب بتاعكم، الرب بتاعهم خدها ودخلها بيت الخمره. وهاتك يا طحن، هاتك يا ايه، هاتك يا طحن. شوف انت بقى لما يجيب عشيق ياخد عشيقته ويدخلها بيت الخمر، هيقعدوا يشربوا لما يتطلوا. دي عقيمه دي. عرفت يا عبد الله رشدي ازاي تقدر تغيظها؟ مش هي بتقول لك ايه؟ أنت فكرك بهذا الشكل ممكن أنك تغيظني؟ أنا فكرك بهذا الشكل ممكن أنك تغيظني؟ اصبري، انا هعرفك الغيظ يبقى ازاي، وهعرفكم في الاخر. الفيديو ليها يا اخوه بطولتم مني ومن فيديوهاتي. أدخلني إلى بيت الخمر. صبي. لما منبلش علاقة حب حقيقية بربنا بنفوت للغميق، بتقعدوا منبلش تشربوا خمر. نغوص أكتر معه مرة. لما منبلش علاقة حب حقيقية بربنا بنفوت للغميق. اول ما بتعملوا علاقه حب مع ربكم بتلفوا سجاير بانجو وبتضربوا حقن ماكس تحت الجلد. يا عالم يا فشله. منغوص أكتر معه مرة، فبفوتنا على بيت الخمر. أيضا بيت الخمر، الخمر هو التعتيق، هو الكنوز، الملذات ولكن الإلهية. أيوة. وخصوصا لما الاله بتاعك يقعد يشرب خمره واستيقظ الرب كنائم كجبال مع مسطول من الخمر. تدخل النفس الإنسانية إلى العمق حيث بهجة الحياة، لأن الخمر فيه ويغتصبها بهجة وفرح. أيوة. فالعمق فيه بهجة الحياة مع الرب. ايوه، كله اهم حاجه بعد ما تقعدوا تشربوا وتسطلوا ويطلع عينكم وتحششوا، تشربوا حشيش وبانجو مع الرب ده مع الشيطان. انت يا ماجي عابده شيطان بامتياز، تاخدي 10 من 10 في عباده الشيطان. بتقول لهم أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. أيوة. ده مين؟ ده الرب وعشيقته. مين عشيقته؟ اللي هم البشرية. أنا مريضة حبا. أيوة مريضة. أيوة. النفس عجزت تعمل أعمال أرضية، فهي صارت طوع الرب الإله، بتكون صارت بحضنه. عنتيل يا فندم، بقول لك عنتيل، ده عنتيل عمل فيك يا ماجد. كمل شو بتقول؟ شماله تحت رأسي. أيوة. ويمينه تعانقني. رازعها شمال ويمين، وأم رازعها الحضن اللي هو فالنتين. أيضا هون التشبيه كيف كالطفلة ترجع النفس بحسها الطريقة. النفس بتقعد بحضن الله الآب، الشمال واليمين الحاضن النفس هي حضن الرب الإله. يا سلام يا سلام. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا توقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. عم تحلفون بكل شيء هن بيحبوا. هالظباء والآياء بغض النظر إذا هالظباء وأيائل الحقول كان منهم هو أو هن بيعبدوا أمور تانية عارف كم منهم هم وإيه؟ يعني كده العروسة اللي هي المفروض العشيقة بتاعت ربهم بتحلف الناس التانية، تقول لهم أحلفكن بالظباء وأياء، يعني أحلفكن بالآلهة الأخرى مع الإله اللي هو رب ماجي خراء اللي هو يسوع. فهي بتقول لك إن كان هذا الظبي منهم أو آلهة أخرى، لأنها سمت الإله بتاعها ظبي. حياة غالية على قلبهم، ولكن ما تفيقوا. عادة بس نفوت بعلاقة مع الرب الإله بيجي مين بينتقدك، بيجي إنه مين أنت، بده ينزل منك. عارف بتقول لك ما تفيقوش مين؟ اللي هو الإله. يعني مش إحنا اتفقنا إنه شرب وسطل؟ فبتقول لهم ما تفوقوهوش من الخمرة اللي شربها. قول يا صبي يا طهرة صبي. هاي الأمور شبهت العروس مثل اللي عم يفيق حبيبه ويقول له امشي، لأنه بنخسره لما بنسمع كتير لأمور الناس ولرأي الناس فينا. ليه حاطة خواتم، فردة شعرك، بيقبل كذا، خففي ميك اب، عملي كذا، بنروح نحن بنخسر. وأنا وين كنت طيب بالروح؟ أنا عايشة بالروح مع الرب الإله. فبتترجاهم بتقول لهم لا، أبناء وبنات الكنيسة أو المؤمنين المحيطين فيها أو الغير مؤمنين، كل شيء حواليها من أصدقاء، ما تفيقوا اللي هو الرب الإله حتى يشاء إلا لما هو بيريد. فهي صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال،
حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل. كنغر. هو ذا عارف بيفكرني بده طافرا على الجبال، مش عارف بالضبط بيفكر اهو. بص 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 اهو. زيو 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 زيو. يخرب بيتك يا ماجي. ده مين يا فندم؟ مش هتصدقوا. مين اللي قاعد عمال يتنطط بحسب كلام ماجي كده ويزيو وزيو وزيو على الجبال وعلى عارفين مين؟ الاله. الاله قاعد بيتنطط زي الكنغر. عار والله عار عليك يا ماجي، عار. بص بص لما يبقى قوي، بص بص بص، اضرب اضرب. اضرب اضرب. حلو، لا حلو. حلو صوت الاله بتاعهم حلو كده، بيقعد يتنطط زي الكنغر. صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال زيو. قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل. هو ذا او واقف وراء بالكنغر. حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك. الاله قاعد ورا الشباك عم فاتح من الخرم، وقاعد عمال بيبصبص من الشبابيك على النسوان اللي جوه. عار عار عليكم وعلى الهكم يا ماجي، عار. فهون صوت حبيبي هذا صوت الرب اللي بتبدأ النفس الإنسانية بتسمعه بوضوح. سمعت صوت مين اللي بيقعد ينط على التلال عامل زي الكنغر؟ ده مين؟ الرب الاله عنده. من هون أولا ما سمع صوته. أي. هون بدأت الصوت وبدأت العلاقة، بدأت لما قعد يتنطط عرفت صوته. يعني هو لما كان ما بيتنططش ما كانتش عارفاه. اول ما قعد يتنطط لها زي الكنغر كده عرفت صوته على طول. لا تنبهوا، صارت في علاقة بينه وبين الرب الإله، ما بدها حدا يطالع من هي العلاقة. وعرفت عن صوته هو آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. هي السرعة حبيبي شبه الظبي. قالت له بأول السفر ليقبلني بقبلاتي، فمن لقيته قدامها إن حبك أطيب من الخمر. اديها حبك أطيب من الخمر ومن الحشيش ومن البانجو كمان. العروسة اللي هي النفس بتتكلم مع الرب، بتقول له ده انت حبك عامل زي الخمرة وعامل زي السبرتو فبنفس الطريقة ربنا بيتعامل معنا، كل ما بتطلب بتنال، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ما في ولا دقيقة فاصلة بين الطلب وبين الحصول على الأمر. طبعا بيعمل اوردرات سريعه. هو شكله اصلا شغال مع ماكدونالدز، فماكدونالدز يدي الاوردر تبص تلاقيه طلع. ولا شغال مع امازون، شكله امازون ممكن امازون وخدمه التوصيل سريعه قوي. حلو الاله بتاعكم ده. بيشتغل عندنا طباخ ولا حاجه. هو ده واقف على الباب. ايضا هون الاشاره لما بتقول واقف وراء حائطنا، بيبص من ورا الحيطه من الخرم. هلا العريس هنيك بلش بده يزينها. العريس ده الاله بتاعها. هون عم يكمل. الا اجاب، قالت عن العريس، اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال. الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب، وصوت اليمامة سمع في أرضنا. يا سلام. على فكرة يا جماعة، الناس اللي بتسمع من المسلمين ومش فاهمين ايه الموضوع يا فندم، بتقرأ كتابها المقدس، بتقرأ علاقتها بالإله بحسب العقيدة. بس طبعا انا ما رضيتش اجيب لك، على فكره دي تقريبا تفاسير شنوده، الانبا شنوده تقريبا، بعض تفاسير الانبا شنوده. بس انا ما رضيتش اجيب لك شنوده. ليه؟ طالما ما غلطش في الاسلام او ما اتكلمش الان مش رد عليه، خلاص. انا ممكن اجيب لك كمان تفاسير زي دي بتاعت زكريا بطرس. زكريا انت فين يا زكريا؟ نسيتك النهارده انا. تعال تعال. المسيحيه فاشله، ديانه فاشله. المسيحية هي الانحلال. المسيحية هي الانحلال. المسيحية هي عبادة بشر. يا رب خلصني، يا رب الحقني، انا تعبان. خلاص. مين يا مفضوح؟ عرفت الرد يبقى ازاي؟ اللي يوجع ماجي خراء. مش تقول لي بكوبايه مش عارف جنزبيل ولا ايه واقعد اعمل. الردود من الكتاب والعقيدة أو من لسانها هي. كمل يا ماجي. صب للرب بتاعك المسطول السكران. مسطول سكران، أيوة، وبيصحى من النوم مسطول سكران طينة. الدليل سفر المزامير إصحاح 78 عدد 65. فاستيقظ من الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. يبقى إله ماجي خراء بيستيقظ كإيه؟
مش شايف. ما هو انت مش شايف ماجي عماله بتشرح بتقول ايه؟ وصب وخمره ودخلها بيت الخمره. هو رب اله ماجي خراء مش شايف قدامه من الخمر. عرفت اللي يغيظ؟ مش هي بتقول لك انت فاكر كده هتغيظني؟ أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. ايوه قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي. وتعالي يا حمامتي في محاجئ الصخر. الرب بيكلم عشيقته في كتاب، المفروض كلام الرب يقول لها تعالي يا حمامتي، تعالي يا تعم احشيكي بقى في ستر المعاقل ايوه أريني وجهك وريني أسمعيني صوتك وريني. لأن صوتك لطيف ايوه ووجهك جميل. نعم. فمن هون علاقة الحب بين النفس الإنسانية وبين الرب الإله. علاقة الحب بين مين ومين يا مسلم؟ بين مين ومين؟ النفس الإنسانية عشيقته، والرب الإله عندهم له عشيقة. الرب الإله صار بده هي النفس، بده ياخذها عايزها لعنده. فمن عايزها عنده، عايزها عنده ورا مصنع الكراسي. هون ببلش بيطلبها، عم بيقول لها تعالي اسمعيني وتعالي تعالي أريني وجهك. تعالي. فهلا رح أذكركم بعد شوي أيوه هون ليش قال لها هيك. ليش؟ وهون ليش؟ عرف عنا بحبيبتي أيوه وجميلتي. فشايفة هي البسيطة العينيها حمامتين بسيطتين الطاهرة النقية، فهي حبيبته لا من جهة طاهرة فهي طاهرة. قولي يا طاهرة قولي. وهي جميلته، ما في سوداء وما شاف فيها لا خيام قدار ولا الضرب اللي عليها ولا نطرة كروم غيره. حبيبتي وجميلتي. والشتاء قد مضى، خلاص الموسم بقى صار مناسب خلاص. أيوه لحتى يشوفها ويلتقي فيها. راح الموسم صار مناسب. ده كان ناقصة تقول الموسم صار مناسب عشان يمارس معاها الجنس. ما هو في السقعة مش عارف، عشان جو سقعة مش عارف يمارس معاها الجنس، فامتى هياخدها ويعمل معاها الحاجات اللي استغفر الله العظيم ورا مصنع الكراسي في وقت الشتاء اما يكون راح كده في الربيع؟ مش كده ولا انا جبت من عندي يا جماعة الخير ولا ده الكلام اللي بتقوله؟ وعلى فكرة تحس ماجي خراء ان هي كده خبرة، تحس ان هي كانت مش ده تحس ان هي كانت صاحبة بيت دعارة يعني. خبرة. قولي يا خبرة قولي. فالأصدقاء شو ايوه بيردوا بيقولوا؟ بيقول خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقعلت. ايوه فالأصدقاء أو المحيط فيها ايوه بعده عقله بده طريقة، يعني مثل عم يبرروا لحالهم لما بيشوفوا تغيير. هي حبيبي الظبية أو غفرة الأيائل على الجبال المشعبة. ايوه فبدها ترجع تنطلق معه لمراحل تانية. أخذته وشد وراه. اخدته. مين اللي اخدته؟ العشيقة اخذت الرب بتاعها وطلعت تجري وراه عسكر وحرامي. جذبني وراءك فنجري. فركضت وراه ايوه يقعدوا يجروا ورا بعض. وحبت أو غفرة الأيائل على الجبال المشعبة. فبدها ترجع تنطلق معه لمراحل تانية. أخذته وشد وراه. اجذبني وراءك فنجري. فركضت وراه وحبت طريقة التنقل اللي بيتنقلها والسرعة اللي بيتنقل معها فيها. النفس بتصير بتطلب علو أكتر ومعرفة أكتر للرب الإله. تمام. يقعدوا يطلعوا يجروا ورا بعض بقى. العشيقة تجري وده يجري وراها. خلي بالك انا ما بتكلمش عن انسان، انا بتكلم عن اله. مثل الفتاة اللي بتتعرف على شاب، أول نظرة عجبها، تاني مرة حبت إن هي تتقرب منه أكتر. هتقوم واخداه ورا مصنع الكراسي وتعمل فيه ايش؟ الفتاة هي اللي هتعمل. يا جماعة ما بتقولش ان الشاب مثلا هو اللي يتحمرش بالفتاة ولا ياخد، لا 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 لا. قدرت النفس البشرية ان تأخذ اله زكريا، لا عشان تظبط. قدرت النفس البشرية العشيقة اللي هي أن تخطف إله ماجي خراء وزكريا وتفعل فيه الخطية ورا العشة اللي هي يخرب بيوتكم. فضحتوا الرب بتاعكم، ما كان متخبي. اغتصبوه كان متخبي، فضحتوا انتوا وقلتوا على رؤوس الأشهاد. ثالث مرة بدها تتعرف عليه، بدها تعرف صفاته مين هو لهلا، لأنه ما في صفات له، ما بتعرف شيء عنه غير إنه حبته وصوته. فمنروح مع بعض للمرحلة الثالثة أو الإصحاح الثالث، وهو المرحلة الثالثة اللي هو بدء البحث عن حقيقة الرب الإله أو الذات الإلهية. الذات الإلهية
الله يخرب بيوتكم. شايفين الالفاظ والطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع رب العالمين؟ وتيجي بعد كده تقول بالله عليك بعد اللي انت سمعته منها هي، خلاص سيبك من شرحي انا وتعليقي انا والكلام ده كله، بعد اللي سمعته منها هي، الكلام اللي هي قالته ده يوجعها ولا لا؟ واحد. اتنين، أليست هذه قلة أدب وإساءة لرب العالمين وتطاول على الله عز وجل؟ دي طريقة كلام مع الله. علم وسخة، دول علم وسخة، وتتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، عار عليهم وعلى عقيمتهم. نقطة أخيرة، أنا كنت قلت لكم في أول الفيديو إن ماجي خراء بتبلغ عن فيديوهاتي وبتبلغ عن قناتي، لأن هو ده اللي بيوجع، والرد اللي يوجع، مش رد عبد الله رشدي ولا الرد دي. المهم بتبلغ على قناتي وصفحتي. إيه الدليل على كده؟ والإخوة الأكارم اللي بيسألوا ليه الفيديوهات ما بتفضلش موجودة على القناة الأساسية، أنا برفع الفيديو على القناة الأساسية وبمسحه منها، فاللي عايز يوصل للفيديو هيلاقيه على الصفحة. اي شخص عايز يلاقي الفيديو اللي رفعته قبل كده على اليوتيوب هيلاقيه على صفحة الفيسبوك، او هيلاقيه بنفس العنوان على قنوات تانية في اليوتيوب. ايه الدليل يا محمد يا نصيف انها بتبلغ على قناتي؟ تعال نسمع. محمد نصيف وينه اليوم؟ اهو قاعد. الفيديوهات اللي عامل عني 80 فيديو، ايوه اخذ آلاف المشاهدات لأنه اوكي، فمضطر. بس وينه اليوم؟ ليك اختفى راح، خلاص ربنا وعده قال. اختفى محمد نصيف، اختفى محمد نصيف. عامل لكم حرقان، حارق بواسيرهم يا ابو نصيف. شوفوا بتتذكروا كان في شاب يا معتر اسمه محمد نصيف هذا؟ ايوه معطر، هو انا معطر اصلا. فهذا الولد محمد نصيف عمل عني بدون مبالغه 80 حلقه لاني رفضت. دليل على انها اعترفت امام الناس انها بتبلغ على قناتي وعايزه تقفل لي القناه. في واحد نسيت شو اسمه، هيك ولد تافه، وحتى لو تذكرت له. خدتوا بالكم برضو المره الثانيه قله الايه يا عمي؟ قله الادب دي. انا هجيب لك الدليل انها اصلا تعاليم الرب بتاعهم. بلغت على فيديوهات عنه، بلغت صراحه الادمنز اللي بلغ طبعا مو انا. سمعت ايه؟ بلغوا بالاف ام سي. ايه الدليل انها بتبلغ؟ ايه الدليل انها بتبلغ على قنوات يعني؟ اللي بلغ طبعا مو انا، بلغوا بالاف ام سي على فيديو واحد لإله، هو عامل 60 لايف عني 60. ماجي خزام بتبلغ عني وعم تمحي لي وبتخاف من كلمه الحق. ليه ما بتقول للناس يمكن نصيف؟ لا يا شيخه، ليه ما بتقول للناس انك بتقول للناس يمكن نصيف؟ يمكن نصيف؟ لا طب ما هو انت اعترفت باسمي اهو. اسلام واحد قال لك انت حذفت الباقيين من خوفك على قناتك وخليهم احذف لك قناتك كلها. دي فضيحه ليكي ولدينك وربك. يبقى ما تطلعوش تفتحوا دراعاتكم وتقولوا نتحدى المسلمين. طالع شفت يا مسلمين؟ هي نفسها وتتمنى انها تقفل لي القناه. ما تقفل حتى، هعمل قناه تانية وثالثه ورابعه وعشرة وعشرين. على فكره انا مقفول لي اكتر من 20 قناه يوتيوب، فعادي يعني لما تبقى 21 هعمل تاني. فانا ظني والله يمكن اكتر من 20 قناه يوتيوب. ايه رايكم؟ وهعمل تاني وتالت ورابع، والله المستعان. الناس اللي عماله كل شويه جايه لي يرد على ماجي، يرد على ماجي، يرد على ماجي، يرد على مش عارف قالت ايه، يرد على قالت ايه. يا عمي انا رديت اهو. فين بقى الاخوه تاخد مشاركه للفيديو، تاخد رابط الفيديو في كل تعليقات صفحتها؟ يعني في عندها الصفحه فيها عندها كذا منشور، في كل المنشورات عندها تلزق الرابط عندها عشان يبقى فيه الرد اهو. تدخل لها في الخاص وتديها الرابط. مش انت قولي لها كده؟ مش انت بتقولي حد من المسلمين يرد عليكي وعايزه حد ياثر فيكي؟ خدي محمد نصيف، هتعيطي من كتر الاثر، هيأثر فيكي حتى البكاء. واضح؟ ولا محمد نصيف بيقول لك لو انت تعبدين الها طاهرا كما تدعين او الها قويا كما تدعين ما حدش يقدر ياكله ولا يشرب من دمه، تعالوا نظره بث مباشر فيما تقولين او في اي موضوع اسلامي مسيحي. ويا حبذا المرأة بين المسيحية والاسلام. ماجي خراء لو قبلت المناظرة في المرأة بين المسيحية والاسلام بفضل رب العالمين سأعيد صلبكم مرة أخرى، ستصلبون كما صلب ربكم. بل ممكن أنا إيدي أتقل من إيد الروماني اللي عمل في اسمه إيه ده، مش كده ولا إيه؟ يا ريت الإخوة الأكارم يشاركوا الفيديو في المجموعات وما إلى ذلك، ولا تنسونا من صالح دعائكم. صفحة السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب.
الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات اول باول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب باشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضه. في الفيسبوك تعمل اعجبني، وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القائمة دي، تخليها المفضلة، وبعد كده المحتوى خليه قياسي، الفيديو كل الاشعارات، فيديو بث مباشر كل الاشعارات، بعد كده تحديث كده الغالبيه العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديده بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناه والصفحه، ادي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناه والصفحه. تليجرام محمد نصيب المحاور، وانستجرام محمد نصيب برضه المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا